فكر وازدد ثراء. الكاتب نابليون هيل بيقول إن كل نجاح مالي أو شخصي بيبدأ بفكرة، وبيأكد الفكرة دي لازم تتحول لرغبة، والرغبة لخطة، والخطة لفعل مستمر. وعلشان الشخص يوصل للثروة لازم يفهم 13 مبدأ، وكل مبدأ منهم كان سبب في نجاح مئات الشخصيات اللي قابلها خلال 20 سنة من البحث. أول حاجة، الرغبة. الكاتب هنا بيقول إن الرغبة القوية هي نقطة البداية لكل ثروة، مش مجرد أمنية، لكن رغبة محددة بوضوح. عايز كام؟ في قد إيه؟ هتعمل إيه علشان تحقق الهدف؟ وهيل بيأكد إن الإنسان لازم يكتب رغبته بصيغة رقمية وخطة زمنية، لأن الرغبات غير الواضحة عمرها ما بتتحقق. تاني حاجة، الإيمان. الكاتب هنا بيقول إن الإيمان هو العامل اللي بيحول الرغبة لحقيقة. الإيمان عن ثقة داخلية بيخلقها الإنسان من خلال تكرار الهدف لنفسه، وبيقول إن العقل الباطن بيتأثر بأي كلام يتكرر، وعلشان كده تكرار العبارات الإيجابية بيخلي الإنسان يبدأ يصدق قدرته على النجاح. تالت حاجة، الإيحاء الذاتي. هنا الكاتب بيقول إن الشخص لازم يتكلم مع نفسه باستمرار. الكلمات اللي بنكررها بتغذي العقل الباطن، والعقل الباطن بدوره بيبدأ يشجع الإنسان ويوجهه لاكتشاف الفرص. علشان كده الكاتب بيطلب من القارئ إنه يقرأ هدفه بصوت عالي كل يوم. رابع حاجة، المعرفة المتخصصة. الكاتب بيقول إن الثروة مش محتاجة معرفة عامة، لكن محتاجة معرفة متخصصة في مجال معين. هيل بيشيد إن الشخص لازم يطور نفسه باستمرار في مهارة واحدة على الأقل، لأن النجاح بيتبني على التميز مش على معرفة سطحية في كل شيء. خامس حاجة، الخيال. الكاتب هنا بيقول إن كل فكرة عظيمة بدأت في الخيال. الخيال هو المكان اللي بتتولد فيه جميع الخطط والمشاريع. والكاتب بيقسم الخيال لنوعين: خيال خلاق بينتج أفكار جديدة، وخيال تركيبي يعيد ترتيب أفكار موجودة. والنجاح بيتولد من استخدام النوعين بشكل مستمر. سادس حاجة، التخطيط المنظم. الكاتب بيقول إن أي رغبة من غير خطة تفضل مجرد حلم، ولازم الشخص يحط خطة واضحة ويبدأ ينفذها فورا حتى لو مش كاملة. والكاتب بيأكد إن الفشل في الخطة مش مشكلة، لأن الخطة ممكن تتغير، لكن الهدف بيفضل ثابت. سابع حاجة، اتخاذ القرار. الكاتب هنا بيقول إن الفاشلين عندهم عادة التأجيل، والناجحين عندهم عادة الحسم. الكاتب لاحظ إن كل الشخصيات الناجحة بتاخد القرارات بسرعة وبتعدله ببطء بعد تفكير، وبيشدد إن التردد بيقتل كل فرصة. تامن حاجة، الإصرار. الكاتب بيقول إن الإصرار هو العامل اللي بيفصل الناجحين عن الباقي. الرغبة من غير إصرار بتفشل، والإنسان لازم يكمل حتى في الأيام اللي ما فيهاش نتائج. الكاتب بيعتبر الإصرار هو القوة اللي بتخلق الحظ. 9، قوة العقل الجماعي. الكاتب هنا بيقول إن العقل الواحد محدود، لكن لما الإنسان يتحالف مع مجموعة أشخاص عندهم نفس الهدف بيتولد عقل جديد أقوى بكتير. الكاتب بيسمي التحالف ده العقل المدبر، وبيقول إنه أحد الأسرار اللي شافها عند رجال الأعمال الكبار. 10، تحويل الطاقة الجنسية. الكاتب بيقول إن الطاقة الجنسية واحدة من أقوى الطاقات في الإنسان، ولو الشخص قدر يوجهها للإبداع والشغل بدل إهدارها هتتحول لطاقة إنتاج ضخمة. الكاتب لاحظ إن معظم العظماء كانوا بيستخدموا الشغف والطاقة الداخلية لصالحهم. 11، العقل الباطن. الكاتب هنا بيقول إن العقل الباطن هو الرابط بين الرغبات الحقيقية وبين الواقع. التكرار والإيمان والتخيل كلها أدوات بتغذي العقل الباطن، والعقل الباطن بدوره بيبدأ يخلق سلوكيات وأفكار تقرب الإنسان من هدفه. 12، المخ. الكاتب بيقول إن المخ بيعمل كجهاز إرسال واستقبال للأفكار، وإن الإنسان لما بيركز على فكرة معينة باستمرار بيبدأ بجذب فرص وأحداث تتماشى مع نفس الفكرة. 13، الحاسة السادسة. الكاتب هنا بيقول إن الحاسة دي هي أعلى مرحلة من الفهم، مش سحر، لكن نتيجة تراكم معرفة زائد خبرة زائد تدريب عقلي، وبيوضح إنها مرحلة بتخلي الشخص يحس بالقرارات الصح قبل ما يشوف الدليل. الخلاصة، الكاتب هنا بيقول إن الثروة مش صدفة، لكن نتيجة طريقة تفكير ورغبة واضحة وعمل مستمر. ولو الإنسان طبق المبادئ ال13 دي، عقله هيبدأ يخلق له الطريق خطوة بخطوة. لو عجبك الفيديو يا ريت تعمل لنا لايك واشتراك في القناة.